السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا شباب. خلونا صادقين مع أنفسنا بالدرجة الأولى، نحن بحاجة لتصالح مع الذات. كل منا بحاجة ليتصالح مع نفسه أولا، لا نستطيع نتخلص من إرث أو موروث قديم من الطغيان ومن كل أشكال العذابات ومن كل أشكال الاستبداد. لنكون صريحين مع أنفسنا، انتصرت الثورة على مين؟ انتصرت على حزب البعث بالدرجة الأولى، انتصرت على حزب البعث، انتصرت الثورة على عصابات إجرام منظم كانت تحكم الشعب السوري من كل العرقيات من كل الطوائف. كان فيها العلوي، ولو أنه المراكز القيادية كانوا مستلمين على العلويين. نعم، نحن ما بننكر هالشيء موجود، بس العصابة هاي فيها العلوي، فيها السني، فيها المسيحي، فيها الدرزي، فيها الكردي، فيها الإسماعيلي، من كل العرقيات كانوا موجودين. اللي عم تسمعوا بهذا الكم الهائل من البيانات والتصريحات وكذا، هاي الناس متضررة، كانت تجيها أرزاقها على بيوتها، أرزاقها على بيوتها وهن قاعدين على حساب المهجرين في الداخل والمهجرين في الخارج، على حساب الناس اللي كانت مع النظام، أو اللي كانت عايشة بكنف النظام، أو الناس اللي كانت عايشة خارج النظام. هاي الناس بدها تعوي لأنه أرزاقها انقطعت. شكرا لكم. باختصار هذا الوضع السوري، وعلينا نحن نفكر ونبدأ ونعرف كيف بدنا نتحرك. شكرا للجميع.